السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي ومتابعيني الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزات. اليوم إن شاء الله وبحول الله تعالى جئنا نتكلم عن لاعبين جزائريين قريبين من الانضمام إلى أكبر الأندية الأوروبية. نبدأها بداية بلاعبنا الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. حسب شبكة سكاي سبورت وعدة مصادر أخرى، رامي بن سبعيني رسميا لاعبا لنادي بروسيا دورتموند، قادما من نادي بروسيا مونشنغلادباخ بعقد طويل الأمد. الآن وفي هذا الوقت بالتحديد سيتبادر للمشاهد العزيز سؤالين. السؤال الأول يقول: لماذا بروسيا دورتموند والمدرب إيدن تريزيتش مصرين على التعاقد مع رامي بن سبعيني؟ أما السؤال الثاني يقول: هل رامي بن سبعيني سيكون أساسي في بروسيا دورتموند؟ وهذا سؤال جد مهم. دعونا نبدأ ونجيبكم عن السؤال الثاني: هل رامي بن سبعيني سيكون أساسي؟ أنا أبشركم وأقول لكم بنسبة 90% رامي بن سبعيني سيكون أساسي. لماذا؟ لأنه بن سبعيني جاء ليعوض رحيل اللاعب جريرو، وجريرو معروف بأنه أساسي على غير العادة في الجهة اليسرى. يعني رامي جاء ليعوض لاعب أساسي، يعني أنت جاي تعوض لاعب أساسي، وفي بذلك رامي بن سبعيني رسميا وبنسبة كبيرة سيكون أساسي في نادي بروسيا دورتموند. أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا أؤكد لكم بأنه هناك عدة أسباب جعلت بروسيا دورتموند تهتم وتلح على التعاقد مع رامي بن سبعيني. نبدأ بالسبب الأول، هو أنه رامي بن سبعيني متعدد المناصب، يعني أنت تتعاقد مع لاعب متعدد المناصب، وبذلك أنت تقريبا تضرب عصفورين بحجر. رامي بن سبعيني يا جماعة بإمكانه أن يعطي حلول دفاعية مثالية، إذ أنه يستطيع أن يلعب كظهير أيسر، وكما أنه يستطيع وفي نفس الوقت أن يلعب كقلب دفاع. والأحسن والأروع من ذلك هو أن رامي بن سبعيني يعطيك نفس المردود سواء في مركز قلب الدفاع أو في مركز الظهير الأيسر. أما السبب الثاني هو أن رامي بن سبعيني مدافع هداف ويسجل العديد من الأهداف، إذ أنه لحد الآن ولحد الساعة في هذا الموسم سجل 5 أهداف في البوندوس ليغا، وكما أنه سجل هدف في كأس ألمانيا. وناهيك إلى أن رامي بن سبعيني يعتبر الشبح الأسود للنادي البافاري، يعني أنت جايب لاعب يسجل العديد من الأهداف في مرمى الغريم التقليدي. أما بالنسبة للسبب الثالث والأخير هو أن رامي بن سبعيني يملك من التجربة والخبرة الكبيرة في البوندس ليغا، وهذا تقريبا يعتبر الموسم الرابع لبن سبعيني في الدوري الألماني. إذا جماعة، هذه هي الثلاث أسباب الرئيسية من وجهة نظري اللي دفعت بروسيا دورتموند تجن حتى تتعاقد مع لاعبنا الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. أما الآن دعونا ننتقل للاعب حسام عوار. حسب الصحافة الإيطالية والفرنسية، عوار روسونيري، يعني عوار لاعبا لنادي ميلان الإيطالي، وحسب آخر الأخبار تم الاتفاق على راتب يقدر ب3 مليون يورو. إذا دعونا نرجع ونعود إلى سؤالنا المطروح. السؤال الأول يقول: لماذا ميلان وبيولي ومالديني يريدون التعاقد مع حسام عوار؟ أما السؤال الثاني: هل حسام عوار سيكون أساسي في حالة أن انتقل إلى نادي إي ميلان؟ دعونا أول شيء نبدأ ونجيب على السؤال الثاني. أنا أبشركم وأؤكد لكم بأن حسام عوار بنسبة كبيرة سيكون أساسي في الروسونيري. ربما البعض يأتي ويقول لي: يا إسلام، لا أحد بإمكانه أن يضمن مكانة أساسية في المستوى العالي. نعم، أنا أتفق معك، ولكن الميلان حاليا سيتخلى عن أحد أكبر لاعبيه وهو إبراهيم دياز، اللاعب الذي تقريبا يعتبر أساسي في الروسونيري ويعتبر صانع ألعاب نادي الميلان، إذ أنه مع نهاية فترة إعارته سيعود إلى نادي ريال مدريد، وبذلك حسام عوار هو من سيكون المعوض الحقيقي للاعب إبراهيم دياز. ربما عوار لن يكون أساسي بنسبة 100%، ولكن على الأقل وبنسبة كبيرة سيشكل ثلاثي خط وسط ميلان رفقة تونالي ولاعبنا الجزائري إسماعيل بن ناصر. أما بالنسبة لجواب السؤال الأول: لماذا بيولي ومالديني والميلان ألحوا على التعاقد مع حسام عوار؟ يا جماعة، في كرة القدم هناك جملة تقول: الذهب لا يصدع، الذهب لا يصدع. هذه الجملة مهمة جدا، يعني اللاعب الكبير يبقى كبير مهما تدهور مستواه. عوار في أوج عطائه كان من أفضل اللاعبين ولقى الثناء من أكبر اللاعبين، يعني نتكلم على دي بروين، نتكلم على ميسي، كلهم انبهروا من أداء ومن قيمة اللاعب حسام عوار. لذلك الميلان يعرف ماذا يفعل ويعلم بأن مشكلة حسام عوار الحقيقية هي مشكلة بدنية لا أكثر ولا أقل، يعني وفي حالة أن عوار استعاد لياقته البدنية حتما سيعود إلى مستواه المعهود وسيرعب الجميع وسيشكل ثلاثي وسط خرافي مع بن ناصر
وتونالي. وزيادة عن ذلك دعونا نتكلم قليلا عن حسام عوار في أرضية الميدان. عوار يعتبر محرك في وسط الميدان وفي نفس الوقت فعال في منطقة الجزاء. هذه النوعية من اللاعبين نوعية قليلة جدا، لا تجدها كثيرا في كرة القدم. يعني لاعب محرك يحرك لك اللعب، يحرك لك الوسط، وفي نفس الوقت يسجل لك الأهداف. لا، هذا اللاعب نادر، هذا اللاعب حبة مفقودة في كرة القدم. الأمر الذي ربما يميز عوار أكثر هو أن عوار يمتاز بالمراوغة، لاعب يجيد المراوغة، كان لاعب خرافي ومميز ورائع في نادي ليون، وكان يراوغ الجميع حتى أنه قدم مباراة استثنائية ضد مانشستر سيتي وجعل الجميع ينبهر به في الشامبيونز ليج. دعونا الآن ننتقل ونتكلم على آخر لاعب معنا في حلقة اليوم، وهو اللاعب يونس أيت عامر. هذا اللاعب المميز الذي يلعب في منتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، ويلعب أيضا في رديف بايرن ميونخ. يونس أيت عامر يلعب كجناح أيمن، وتدرب قبل أيام قليلة مع الفريق الأول للبافاري، كما أنه شارك في آخر مبارتين مع الرديف وسجل 4 أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين. حتما هذا اللاعب يقدم في عروض مميزة من شأنها أن تجعل منه لاعبا للفريق الأول في القريب العاجل. والجدير بالذكر أن يونس أيت عامر يعتبر رياض محرز قدوته في كرة القدم، ولما لا يسير على نهجه في مشواره الكروي بإذن الله تعالى. إذا أعزائي ومتابعيني الكرام، هذا ما كان في جعبة اليوم. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلقاكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.